ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في بنوتة بتقولي انا بجد مش فاهمة، كل مرة اقعد مع ناس معينة او حتى اتكلم معاهم على الواتس بحس اني طاقتي بتروح، بدخل مبسوطة اخرج مرهقة ومخنوقة. ايه ده؟ وازاي احمي نفسي من الطاقات السلبية؟ بصي، الطاقات السلبية دي حوالينا طول الوقت ومش كل حد بيبان عليه. في ناس طاقتها زي الهواء النظيف وفي ناس طاقتها زي الغرفة اللي مفيهاش شباك، فبتبقى طاقتهم تقيلة. احنا مش هنقدر نمنعهم من الوجود، بس نقدر نحمي نفسنا ونقفل أبوابنا قدام الطاقة دي. هقولك على خطوات تمشي عليها بسيطة جدا هتحسسك بالفرق. أول حاجة، قبل ما تدخلي أي مكان أو تقابلي أي حد، تخيلي نفسك جوه فقاعة نور، وقولي في قلبك أنا في حماية الله، مفيش حاجة هتأذيني. ده زي ما تكوني لابسة جاكيت ضد المطر. وقللي الاحتكاك، مش لازم كل رسالة تردي عليها فورا، ومش لازم تكملي في كل مكالمة. طاقتك غالية، عامليها زي بطارية موبايلك. قبل ما تنزلي أو تتعاملي مع حد تقيل، قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا. هتحسي كأنك لبستي واقي روحي. لو رجعتي من مكان حاسة بطاقة تقيلة، خدي نفس عميق، طلعيه ببطء، وانتي متخيلة كل السلبية بتخرج منك. وحتى لو مفيش وقت تاخدي شاور، اغسلي وشك وإيدك بنية إن المية بتاخد معاها كل الطاقات التقيلة. لو انتي متصالحة مع نفسك، أي طاقة سلبية مش هتعرف تدخل بسهولة. زي ما بيقولوا البيت اللي أبوابه مقفولة مفيش هوا وحش هيخش. ولو حسيتي بطاقة وحشة، شغلي قرآن أو ذكر أو حاجة بتفرحك وارفعي ترددك في ثواني. قبل النوم تخيلي إنك واقفة قدام المراية بتمسحي كل التقيل اللي اتجمع عليكي طول اليوم. لو مضطرة تشوفي حد تقيل طاقيا، خلي نيتك بنية الأجر، مش بنية الأخذ منه. مش كل الناس تستحق تفتحي لهم قلبك. خلي قلبك مع الناس اللي بيدولك نور مش ظلام. مش كل حد لازم يعرف كل تفاصيل حياتك، في ناس بتاخد طاقة حتى من سماع أخبارك. امشي وسط الخضرة أو على البحر، بيشفط الطاقة التقيلة ويشحنك بطاقة أنضف. وامشي حافية على الأرض 5 دقايق، الإحساس ده بيرجعلك للتوازن الطبيعي. واستعملي بخاخة فيها مية وحطي فيها عطر زي اللافندر أو النعناع، ورشي حواليكي لما تحسي بطاقة تقيلة. وقبل النوم قولي يا رب أنا بسلمك كل حاجة حصلت النهاردة، وبطلب منك تنظف قلبي وطاقتي. واشكري ربنا حتى على المواقف الصعبة. لما تحولي طاقة الامتنان لعادتك، حتى الأحداث التقيلة بتفقد تأثيرها عليكي.